هلا ومرحبا فيكم. اليوم بسوي معاكم شلون نحفظ إذا عندنا كمية كبيرة من البامية. في البداية نقلمها كذي. في ناس يقصونها بهالطريقة، أنا تعمدت أسوي الطريقتين. في ناس يقصونها من هني، يقصون راس البامية ويقصونها من الذيل، وفي ناس يقلمونها التقليم هذا كذي، يعني هذا تشوفون كذي تنقص من الطرف، بس تنغسل وتنحط بالمشخال. عندي هني بالجدر ماي حار، حطيت فيه قفشة صغيرة ملح. ناخذ البامية كذي وننزلها، يعني ناخذ الكمية، يعني نغطي المساحة هذه قلبة واحدة إلا قلبتين وعلى الطول، يعني خليكم معي. كرر العملية لين تنتهي الكمية اللي عندنا اللي هي البامية. شوفون من بداية الغليان، شوفوا يبتدي يفوح دقيقتين، دقيقة ونص كذي على طول نشيل البامية. والحين هذه البامية بعد ما بردت نفرزنها بالأكياس البلاستيك، ننطر عليها تبرد شوي كذي، بهالطريقة الهواء يدخل عليها يسير عليها. شوفوا شالوها وخلاص، نعبيها بالأكياس البلاستيك ونحفظها بالفريزر. نسوي لها كذي عشان تجي معنا سيدة بالكيس، تقعد بالفريزر ما تخرب، تطول، وكل ما طبختوها تطلع تهبل نفس طعمها الأولي، كأنها جديدة يعني. هذه طريقة التفرزن.